السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل كبسة. معايا دلوقتي مية دي سخنة، ومعايا نص كيلو رز كبسة. نص رز كبسة هفضيه كده في المية السخنة، هديه في المية السخنة كده. خلاص فضيته في المية السخنة وهسيبه على جنب علشان ايه؟ ننقعه. دي مية سخنة هحط فيها ايه؟ هسيبه الرز يتنقع ايه على ما نعمل ايه الترجيع بتاعة الكبسة. جبت حلة وهحط فيها حبة زيت، ايدي بس الزيت كده. الزيت اتقدح، هنزل ببصلايه متخرطه، هصفر البصل. خلاص البصل اصفر معايا اهو. انزل عليه بايه؟ بطماطميتين كده مقطعاهم ومع قرن الفلفل ده. هسيب بقى ايه الطماطم تدبل برضه. هسيب ايه الطماطم تدبل مع البصل وقرن الفلفل. خلاص كده الطماطم دبلت مع البصل. معايا بقى ايه؟ معايا بهارات كبسة، معايا 2 ليمون رومي صغير، ومعايا سنة زعفران، دي سنة زعفران صغيرة اوي، ومعايا 6 فصوص حبهان. هروح نازلة بيهم كلهم كده على الكبسة، على الخليط اللي احنا عملناه كده. طبعا بهارات الكبسة فيها كل حاجة، فيها كل حاجة، بس انا زودت بقى من عندي بقى الحبهان والكلام ده. بس هي بهارات الكبسه بيبقى مطحون فيها كل حاجه. جبت بقى الرز بعد ما شطفته كويس، وهحطه اقلبه تقلبتين وانزل عليه بالشوربه، شوربه الفراخ. معايا حتتين كده من القرفه الخشب، مفيش قرفه خشب حطي قرفه بودر عادي. هنزل بقى عليهم بالشوربه اسقيه زي الرز العادي كده اهو. خلاص الفراخ استوت كمان، ودي الشوربه. خلاص كده انا شربته ايه بالشوربه العادي، وهحط له بس ايه 1 مرقه دجاج وكده خلاص. مفيش مرقه دجاج خلاص، لان فيه كده انت عملتيه برضه بشوربه يعني، يدي طعم حلو. بس هنغطي عليها بقى تستوي زي الرز العادي بالظبط. اول ما تغلي تتشرب وطي عليها خالص. دلوقتي بقى يا حبايبي الكبسه خلصت، وكمان عملت الصوص جنبها، وعملت طبعا ايه الفراخ حمرتها. وهي دي الفراخ. قولوا لي بقى ايه رايكم في الكبسه بقى والفراخ المحمره وصوص الكبسه؟ ايه رايكم؟ اجمل كبسه والله، طعمه طعمه. دلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك في القناه ويدوس لايك. السلام عليكم ورحمه